استاذ علي، يا الف اهلا وسهلا، نورت الدنيا. عامل ايه؟ الحمد لله كله حلو. بابا علي وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيني. بابا علي انت قاعد ولا شقلب وقلب؟ لا قاعد معاك شويه يا لمت. ازيك يا انس روح؟ الحمد لله. تاخد اختك واقعدوا يلا. يبقى تحكي لنا قصتين المره دي. ده انا تعبان مش قادر، هي قصه واحده. احنا وصلنا لسنه كام؟ 2010. 2010. خلاص احكي لكم من 2010 ل 2015. ده ايه حكايه 2010 و2015 دي؟ انا بحكي لهم مسيرتي في البوكس، فمقسمها كل 5 سنين حدوته. طب ما تحكيها لهم كلها على بعض. ده ما ينفعش، اصل انا يعني سيرتي الذاتيه مليانه تفاصيل. انا مبسوطه بعلاقتك بالاطفال قوي. انا ربنا ما رزقنيش باولاد، بس عوضني بيهم. عشان كده علاقتك حلوه بيهم كلهم. ده حقيقي. مساء الخير. ازيك يا عزه عامله ايه؟ ازيك يا علي، اخبارك ايه؟ كله حلو، انت تمام؟ الحمد لله. الناس في المصنع على فكره طيبين قوي. طب يلا شد حيلك بقى عشان افتح لك المشغل، عايزك اكبر مصممه ازياء في مصر. ان شاء الله. يلا اطلع نام. ماشي، عن اذنكم. عزه دي بقى خريجه الدور، بس ما تعرفش تنام غير وسط اخواتها. غلبانه، مكافحه يعني، بتبني نفسها بنفسها. ما شاء الله. بالمناسبه انا جبت لك التليفون الجديد ده مكان تليفونك اللي ضاع. ما كانش ليه لازمه خالص. ده عادي، دي بسيطه. شكرا. وعاوز اعتذر لك يعني عن اللي عمله ماهر معاكي، حقك عليا، ووعدك مش هتتكرر تاني. انا ما اعرفش هو ليه عمل كده، بس عادي. ده يجي ايه جنب اللي الواحد شافه في حياته. انت شفت كتير بقى. انا من صغري بشتغل مع ابويا في محل السمك في اسكندريه، وحتى لما جينا وفتحنا في القناطر، ولما بقيت مدرسه بقيت اخلص مدرسه واروح اقف معاه في المحل. ده انت شقيانه من صغرك. لا ده انت سيرتك الذاتيه اجمل من سيرتي. بقول لك ايه، هو انت عندك اخ لبط وبتاع مشاكل؟ انت تعرف اخويا منين؟ لا انا ما اعرفوش، بس هو جه نايت للبت امنيه اللي شغاله مع كاميليا، حاول يجيبها يمين ويجيبها شمال، ويعسي انت فين، بس ما تقلقيش ما عرفش عنك حاجه. اخويا ده سبب كل حاجه وحشه بتحصل لي في حياتي. رامي نفسه في حضن واحد مكتف ابويا بوصولات امانه، حق بضاعه كان بياخدها منه بالاجل، وفي نفس الوقت كان موقف حل المحل. كهرباء تفصل فالبضاعه تبوظ، عمال يجوا يسرقوا البضاعه لحد ما بقى ماسكه من ايده اللي بتوجعه. طب وليه الاذيه دي كلها؟ بيعمل كده يعني من الباب للطاقه؟ لا، عايز يتجوزني وانا رافضاه. معلم علي، لما وصلت الست مادة عند الحاجة فاتن، في عين نزل من فوق، نزلت بعديه الست مادة على طول. قام بص لها كده وقال لها استنى. روح انت. خير يا جلال، عايزنا في ايه؟ ومجمعنا دلوقتي كلنا ليه؟ ما النهار ليه عينيه؟ عايز يعمل لنا نمرة دلوقتي. والله فكرتنا. شايفة؟ بلاش انت، عشان جلال جاي يفطمكم على اللي انتوا مش عارفينه. ما تحرقيش كتير يا همت انت وجوزك، انجزوا عشان انا مزاجي متعكر وعايز اطلع انام. ما تخلص يا جلال. حاضر يا حاجة. انتوا عارفين طبعا ان انا اكس نايطات وسيتي مسمع في الوسط الفني كله، وقاعد في حجر معلومة قلت اقولها لكم. عليك لا يا حاجة، اللي انتم عاملينه على مالكم داير بعطروا يمين وشمال على بنت مغنية اسمها كاميليا، جايب لها شقة على النيل وعربية اخر موديل. ما يمكن من شغلها. شغل ايه يا حاجة اللي هجيب الفلوس دي كلها؟ انا عرفت المعلومة قلت افطمكم عشان خايف عليكم. انت عارف الكلام اللي انت بتقوله ده لو مش صح هيجرى لك ايه؟ لا، جلال بيتكلم صح، والنايت كله عارف ان علي ماشي مع البت اللي اسمها كاميليا. انا بس اللي ما كنتش عايز اتكلم عشان ما تقوليش منفسن منه. وليك عليا يا حاجة اجيب لك الواد عاطف صاحبي طبال شغال عندها في فرقتها يقول لك الكلام ده بنفسه. هنا؟ امال يعني هكون فين؟ ما انا الجاريه اللي قاعده مستنيه البيه لما يخلص لفته ويزهق من الحريم الكسر الزباله اللي يعرفهم ويحن عليها ويرجع لها. لا اله الا الله. طب اسمعي يا بنت الناس، انا ماسك لساني وملجمه بالعافيه، ربنا وحده يعلم ازاي. ما تخلينيش اقول لك اللي ما تحبيش تسمعيه ولا اسمعك اللي ما يجيش على هواكي. انا مستحمل بما فيه الكفايه، وكل شويه اقول ياض معلش اصبر،
تعالى على نفسك. اهي برضك بنت الناس اللي ربوك، لكن هيوصل بيك انك تلف بسيرتي وسيره بيتي في عادات الحريم. لا، انا جبت اخري. انت جبت اخرك؟ ده انا اللي جبت اخري. واحد غيرك يبوس ايده ووشه وظهر ان مياده بنت فاتن الجوهري رضيت بيه واتجوزته. لولايا ما كنتش هتبقى علي كلاي اللي الكل يهابه. انا اللي رسمتك يا علي. انت اللي رسمتي علي كلاي؟ ايوه انا. انت ناسي ان فاتن ليها في مال وتجاره منصور الجوهري، وان المال ده هو اللي خلاك معلم مش حته شغيل. انت ما اتجوزتنيش شفقه يا علي، انت اتجوزتني المصلحه، وخالي باقي عليك لاجلي. ولو كل ده اتغير هترجع تاني علي بتاع زمان. انت بتقولي لي انا الكلام ده؟ بفكرك يمكن تعقل. ماشي تمام يا ميادة. مين بقى الواد اللي كان تحت بيت امك وقال لك مستني؟ واد مين؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. ده هتكدبي؟ السواق شافه. مين الواد ده؟ انت اتجننت يا علي؟ انت بتشك فيا؟ فاكرني بخونك؟ فاكرني واحده من بنات الشارع زي اللي جبتها لي المستشفى؟ ده واحد امي كانت متجوزاه على سنه الله ورسوله. ايه؟ متجوزاه؟ ايوه كانت متجوزاه بس في السر على سنه الله ورسوله. وبعدين؟ مسكها من ايدها اللي بتوجعها، صورها وبيهددها، وطالب 1,000,000 جنيه يكشي يفتحهم على مرضه. الواد ده مكانه فين؟ معرفش، امي محتاسه ومش عارفه تعمل ايه. لا انا اللي هعمل. الحوار ده لازم يتقص من جدره. الموضوع ده لو كبر هتبقى كارثه لعيله الجوهري، اللي انا مش منهم يا ميادة. بس اللي يلط عيله الجوهري يلطني، يلط علي كلاي. كلم امك افتحي الصوت وما تعرفاش ان انا جنبك، عشان عينيها ما تتكسرش قدامي. انا برضك بفهم في الاصول حتى لو عديتك يا ميادة. حاضر. ايوه ياما، هو الواد ميدو ده مكانه فين؟ ليه؟ في ايه؟ قولي لي بس بسرعه دلوقتي، اصل في حد اعرفه هيحل لنا الحوار ده من غير اي مشاكل. ساكن في الأزبكية وعندهم محل فراشة اسمه بخور. ماشي تمام. هو في حاجة؟ طيب اقفلي دلوقتي. سلام. ايوه. صابر فين؟ ليه؟ بنتي روح جرالها حاجه؟ في حضرة الضابط، أنا صابر. معنا أمر بالقبض عليك. إيه؟ يا باشا أكيد في حاجة غلط، تشابه أسماء. ده بقى ده راجل طيب مفيش منه اتنين. في حد اسمه عظيمة اشتكاه بوصولات أمانة. عظيمه؟ ده عظيمه ده مفتري، كنا متفقين معاه نسدد واحده. اتفضل معايا يا عم صابر، هاتوه. هاتوه ازاي بس؟ طيب بالراحة يا صابر اتحرك يلا نروح ورا ابوك. عملها عظيمة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا ريت ياخدوني مكانك يابا. مساء الخير يا اخو. مساء النور. هي مش دي فراشة ابو خرج؟ اؤمر، عايز حاجه؟ لا انا عايز ميدو، اصل انا صاحبه يعني، كنت مسافر بلد بره ولسه راجع، وهو كان موصيني اجيب له حاجه، عايز اديها له. عندك جوه بيلعب دومنه. ده باشا تلميذ. قلت لك اللعب معايا يبقى في السنترك اسحب بقى. مين فيكم ابو خرج؟ انا ميدو ابو خرج. طب اقفل اللعب على كده وطرق صاحبك عشان عايزك في موضوع عائلي. انت مين يا باشا؟ انا اسمع عليك لاي. لو ما تعرفنيش اكيد سمعت عني. طبعا ابو ناسب. طب بالاذن انت، عشان دي قعده عائليه يا اخويا. اطلع بره. بلاطه فاضيه شبهك. هما كلمتين عشان ما نطولش على بعض، ما ورايا شغل، عايز انام بدري. انت كنت متجوز الست فاتن صح؟ حصل. وطلقتها؟ يعني خلصت حاجتي من جارتي، والدين بيقول لك ايه؟ امساك بمعروف او تسريح باحسان، ده الدين. طب لو انت ما تعرفش الدين اكلمك بالاصول. ست تبقى في بيتنا
اول ما نطلقها تبقى حرمه غريبه، وسر العلاقه يفضل ما بيني وما بينها. طب اسمع ابو نسب، الست دي لا مؤاخذه قد امي، اتجوزتني وانا في عز شبابي وعايز انا اطلع من وراها مليتي. طب انت يرضيك اطلع من وراها مليتي؟ ولا فين الحاجه اللي انت ماسكها على فاتن؟ وماله، يدفع مكانها وحل. عاوز كام؟ 2 مليون جنيه. ماشي 10 بواكي اهو. ما انا شايفهم قليلين. تمن ايه بقى عدم لا مؤاخذه؟ تمن تليفونك اللي انا هاخده دلوقتي اللي عليه الحاجه. مين قال لك ان انت هتخرج من هنا بحاجه؟ ما هو اللي ما بيجيش بالجد بيجي بالهق. انا رجالتي واقفه محاوطه الشارع كله، الواحد منهم يقفل المربع باللي فيه. انا ما رضيتش ادخلهم عشان دي سمعه، واحنا اهل بيت. انما لو دخلوا يمين بالله هيدغدغوا الدنيا باللي فيها، والحكومه هتتدخل، وهي كده كده يا هتخلص يا هتخلص. لا يبقى تخلص. قلت لك اللي ما يجيش بالجد يجي بالايه؟ هات التليفون. تليفوني هو كده. في حاجه تاني شايلها في علبك غير اللي في التليفون؟ وشرف امي ما فيه. حتى لو فيه انا عرفت السكه.